الزمالك بسيناريو من السيناريوهات المعتادة المجنونة بتاعته ينقذ سمعة الكرة المصرية في قارة أفريقيا، علشان أخونا الأهلي اتلب في القاهرة 3 وطلع، وبيراميدز ربنا ما وفقهوش. بس طبعا ما ينفعش الدنيا تمشي كده عادي، نرجع لأيام عمر السعيد، ربنا يجعلها بشرة خير. سيف الجزيري يقف جون آخر 7 دقايق من الماتش ويطلع يعمل بوكس حاجات كده ما بتشوفهاش الا مع الزمالك اللي جمهوره بيعمل له دخله بتقول الفارس بيحارب. واحنا فعلا الايام الجايه والفتره الجايه هتبقى كلها حرب لينا، لان زي ما قلت في فيديو قبل كده، بعد ما الاهلي طلع من افريقيا هيحاولوا يكسبوه الدوري باي طريقه من الطرق، وهيبقى فيه مجاملات وهيبقى فيه ظلم تحكيمي وهيبقى فيه اي حاجه ممكن تتعمل عشان الاهلي يكسب الدوري، لان خلاص ما مش معقوله فريق صارف مليارات وحتى مش هياخد بطولة الدوري. معتمد جمال لازم يكمل. يا ريت كل الزملكاوية وكل الجمهور يتوحد ان معتمد جمال يكمل. احنا بنجيب المدرب الاجنبي ياخد بالدولار وما بيعملناش حاجة جديدة، لا بياخد بطولة افريقيا ولا بياخد كاس العالم للاندية، يا اما ياخد الدوري يا اما يطلع تاني الدوري الكاس مش عارف. فاحنا ما دام معناش فلوس مش ناقصين قضايا جديدة، ونخلي الكابتن معتمد جمال يكمل. الراجل طلع علينا ناشئين كويسين. محمد ابراهيم رغم اداؤه السيء في بعض الماتشات الا انه خامه مبشره، بيفكرني بحازم امام في بداياته. وممكن حازم امام الباك رايت طبعا الصغير ممكن يبقى باك رايت الزمالك لفتره طويله قدام، غير بقيه اللعيبه اللي لسه ما خدتش فرصتها كامله. ما شفناش اللعيبه دي مع احمد عبد الرؤوف في كاس الرابطه في وقت ما كان بيشارك كل الناشئين. الكابتن معتمد جمال عرف يوظف اللعيبه الموجوده، عرف يوظف عدي الدباغ جنب ناصر منسي. وطبعا بنبارك لناصر منسي السالك على انضمامه للمنتخب، يستحقها ويستاهلها ان شاء الله يبقى فرويد مصر الاساسي الفتره الجايه. فبالنسبه لمكاسب الماتش غير التاهل ان احنا خلاص كده معتمد جمال ده نمدله سنه كمان والراجل يكمل بفرقته بلاعيبته. لو عرفنا نفك القيد وحلينا ال98 ألف قضية اللي علينا أوكي. ما عرفش يشوف له كام لعيب من الناشئين على كام لعيب يرجعوا من الإعارة، الراجل يشيل سيرته. الراجل مأدي كويس في الدوري، بيتعامل نفسيا مع اللعيبة كويس، مستحقاته مش هتبقى زي الأجنبي. نجيب واحد أجنبي لسه الموسم الجديد عم ياخد على الفرقة نبقى خسرنا بطولتين 3. فالمكسب الرئيسي إن احنا نخلي الكابتن معتمد جمال. حسام عبد المجيد بيتألق وبيضيع وبيجيب جون. عبد الله السعيد بيفوق الجونين، هو سبب رئيسي فيهم. واحد من شوطة اتردت والتاني العرضية اللي حسام